يا من آلمه المرض، هل تعلم أن أيوب صلى الله عليه وسلم عاش 16 سنة في المرض، وفقد 10 من أولاده في مرضه، وكان من أغنى قومه، وبسبب المرض ذهب كل شيء، حتى إن زوجته باعت ضفائر شعرها ليأكلوا. هل تعلم ذلك؟ هل تعلم يا من مات له حبيب أن حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم دفن 6 من أبنائه وزوجته، وفقد الكثير من أحبابه؟ هل تعلم ذلك؟ إلى من عاش الحرمان، هل تعلم أن يعقوب عليه الصلاة والسلام ابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، لأن ابنه أخذ من بين يديه وقد تعلق قلبه به؟ هل تعلم ذلك؟ إلى من ذاق مرارة السجن، هل تعلم أن الكريم يوسف، ابن الكريم يعقوب، ابن الكريم إسحاق، ابن الكريم إبراهيم عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام، سجن ظلما 10 سنين؟ إلى من تغرب عن أحبابه وآلمه فقدهم، هل تعلم أن موسى ذهب طريدا 10 سنوات يشتغل خادما، وهو الذي كان يعيش في قصر الملك عند فرعون؟ إلى من لم يرزقه الله جمال الخلقة، هل تعلم أن الخلقة لا قيمة لها عند الله، وأن الإنسان قيمته بروحه وليس في جسده؟ خذ مثلا قصة جليبيب، بنه جليبيب، صحابي فقير دميم الخلقة قصير القامة أسود الوجه، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أدمامة خلقتي تمنعني من دخول الجنة؟ قال: لا يا جليبيب. قال: لماذا إذن أخطب من الناس فلا يزوجوني؟ فأرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت عندهم بنت من أجمل بنات المدينة وأحسنها شرفا، فلما أتى يخطب ظنوا أنه يخطب ابنتهم للرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه قال لهم: إن رسول الله يطلب ابنتكم. فقالوا له: قال: لا لي. فغضبوا ورفضوا، لكن البنت قالت: لا أرد زوجا أرسله لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتزوجها، وفي أيام عرسه فرح بأنه وجد امرأة تقبل به. في أول أيامه ينادي منادي الجهاد، فيخرج ويقاتل فيموت فلا يعرفه الناس من كثرة جراحه، فيقوم حبيبكم صلى الله عليه وسلم يبحث عنه، لم يعرفوه أو لم يسألوا عنه أصلا، فقير من الفقراء من يعرف من يأبه له، فيبحث عنه حتى يجده وقد قتل 7، فيضمه إلى صدره ويقول: هذا مني وأنا منه، هذا مني وأنا منه. ما منعه أنه ليس بجميل المحيا والشكل، لأن الروح هي التي لها قيمة عند الله عز وجل.